سلام البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. مرحبا بكم مع لمسة سماح. اليوم عندنا بسكويت رولي بالفراز اللي ما كاش ما يحبوش، وكيما راكم تشوفوا جا بزاف بنين وطري وخفيف. تابعوا معايا. عندي هنايا 5 بيضات. فصلت الصفار عن البياض وبديت بالصفار. درت هنايا مغرفة صغيرة بومبي من افاني وخلطتهم شوية الروبو، وزدت 2 مغارف من الزيت كبار، وزدت ضفت 2 مغارف كبار من الحليب يكون دافي، ونولو نخلطوهم مع بعضهم بالروبو. نخلطوهم شويه ماشي بزاف، واما بعد نروحو نجيبو السكر ونضيفو 2 مغارف سكر ماشي بومبي نورمال، ونولو نخلطوهم مليح مليح. وبعد ما خلطتهم هنايا نروحو نجيبو الفارينه. هنا عندي 5 مغارف فارينه يكونوا عادي ماشي بومبي، نغربلوهم باه ما يكونش عندنا حبيبات في الخليط، ونزيدو نضيفو كيس خميرة الحلوى كاملة، وبعد ما كملت هنايا نولو نخلطوهم بالروبو مليح مليح. وهنا كنت كملت وحطيتها على جهة، ورحت جبت البيض. درت له هنايا رشة تاع ملح. نذكركم هنا عندي 5 بياض البيض، وطلعتهم هنايا بالروبو، طلعتهم مليح مليح. هنا الروبو ديروه لاعلى درجة عندكم، ونبقى ونخلطوه حتى تطلع البياض البيض يولي كيما الكريمه هكا. وضفت هنايا 2 مغارف كبار سكر تدريجيا، ما يكونوش بومبي نورمال. وهنا كنت كملت. شوفوا كيفاه طلع البيض ولا كيما الكريمه. نروح نجيبوا مغرف، نديروا مغرف من البيض في الخليط ونخلطهم هكا على شكل دائري. كي نخلطوهم هنا شويه مليح مليح نضيفوا الباقي البياض، ونولو نخلطوهم على شكل دائري كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه ولا بعد ما خلطته مليح مليح. وجبت هنايا سنيوه حطيت لها بابي كويسو. هنا سنيوه تاعي كبيره، ايا ما مليتوش كامل. وهنا بعد ما حطيت كامل الخليط تاعنا في السنيوه وزعوه مليح مليح باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه بهذا الشكل. وبعد ما وزعت الخليط نتاعي نضربوها شويه هكا باش يخرجوا الفقاعات ويجيو مسقم. ودرتها في الكوشه. هنا كنت مشعله عليها من قبل ومنقصه وحطيتها في النص. ونجو هنا نخدموا الكريمه. هنا عندي 100 غرام كريم شانتي اللي شريتها ب10,000، ونديروا لها نديروا لها الحليب نفس الكميه يكونوا نفس العبر، ونخبطهم هنايا بالروبو مليح مليح. هنا نديروا الروبو على اعلى درجه تاعو. وشوفوا هنا بعد ما طلعتهم مليح، شوفوا كيفاه جات. لازم هنا يكون القوام تاعها ثقيل. ودرت هنايا البسكويت تاعي في المنديل وغطيته. هنا بعد ما جبته من الكوشه وخليته حتى يبرد ونحيته بابي كويسو، وكما راكم تشوفوا عطالي هذا اللون الذهبي. وهنا جبت البسكويت تاعي وحطيت له بابي كويسو من تحت. وجبت هنايا الكريمه. هنايا الكريمه نتاعي كنت قسمتها على 2 وضفت لها من العطر الفراوله. نديروا منها هنايا طبقه الاولى مشوها في كامل بسكوي في كامل الاطراف. تحبوا هنايا قبل ما تحطوا الكريمه تشربوا البسكويت نتاعكم، وانما تشربوا غير شويه ماشي بزاف باش ما يتكسر لكمش وانتم تروروا فيه.
وكما راكم تشوفوا هنا وزعت كامل الكريم على البسكوي. وبعد ما كملت هنايا عندي كوفيتير تاع فراوله، ضفت له شويه من عطر الفراوله وهذه هي. وضفت هنا حوالي 3 مغارف كبار ونمشوها في كامل الاطراف كما راكم تشوفوا. وبعد ما كملت هنايا نرولو البسكوي تاعنا. هنا الكوشه نتاعي شويه عيانه، طيب جهه على جهه مع الاسف. وهنا كيما لوريتو كملتو نضغطو عليه هكا ونديروه في الفريجيدان حوالي 20 دقيقه هكذاك باش يحكم روحو. وبعد ما درتو هنا في الفريجيدار جبدتو درت له الكريمه من فوق، الكريمه اللي بقات لي. وبعد ما درت هنا كامل الكريمه في الرولي جبت هنايا قطعه من البسكوي من البابي كويسو، درته هكا باش تكون لي باش يكون الوجه نتاعو املس. وضفت هنايا شويه شيكولا من فوق، درتها على شكل خطوط. هنا كانت عندي شويه شيكولا تاع مرجان ذوبتها ودرت بها كتزيين. والتزيين يبقى اختياركم، تقدروا ديروا نتوما واش تحبوا وواش متوفر عندكم. وكما قلت لكم التزيين يبقى اختياركم. وهنا كانت عندي حبات فراوله درتهم هكا من الفوق. ومادامكم راكم تتفرجوا ديروا لي اشتراك وديروا لي جيم وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. وقولوا لي واش تحبوا نتوما، حاجه المالحه ولا حاجه الحلوه اكثر. وهذه هي.